عن عودة عيسى بن مريم. قضية عقدية. عودة عيسى بن مريم، يعني أنت لا تصدق هذه الغيبية؟ لا أصدق بها، لأنها مناقضة للقرآن الكريم بشكل واضح، وهي عقيدة نصرانية على فكرة. عودة عيسى عقيدة نصرانية، حتى اليهود يتبنونها، لكن على أنه الدجال الأنتي كرايست يعني، أو عدو المسيح هكذا. نحن لا نؤمن بهذه الفكرة أو بهذه الفرية، لأنها تناقض كتاب الله. لو أتحت لي فرصة سأقول لك كيف تناقض كتاب الله من كتاب. بعدين شيء ثاني، عيسى منتظرين عيسى، لما يجي عيسى مش الامريكان ديل والاوروبيين والروس والكمان والصينيين ديل، لا ده حيقتل كل الخنازير ويكسر كل الصلايب ويقلبوا لنا كلهم، يجونا كلهم تحتنا بالله. ويجي نبي ما قالوا ما في نبي، لا يعني يدوه رتبه كده، يعملوا ديموشن. الله قال يا اخي عيسى يجي كيف؟ عيسى الله قال متوفيك. الوفاة يا اخوانا اذا ما جاء في السياق ان استيفاء دين ولا استيفاء نوم، توفى وفاه، وقال لي رافع خلاص برا الوجود في الازل. الشيء الذي ايضا ينبغي ان نعلمه في هذا الامر موضوع يأجوج ومأجوج. ايضا ينبغي ان نؤمن بوجودهم، لانهم هذا موجود في كتاب الله. سورتين بالقرآن، بآخر سورة الكهف والسورة اللي بعدها أيضا بعد سورتين كمان، نعم ذكرها الباري عز وجل. فمن أنكر وجود هذه الخليقة فقد كفر. هنالك من لا ينكر، لكن شوف بيقول هدول عبارة عن الصين، لأنه هدول كثرة شغلة كبيرة هدول. لا هذه خليقة أخرى مختلفة عن بني آدم. لكن واحد يقول طيب شو من هن لكان؟ نمسك عن وصفهم وبيانهم، لأن ظهورهم هو الذي يكشف عن حقيقتهم. نعم ينبغي أن نعلم أنهم موجودون أيضا، وأنهم عبارة عن شرط من أشراط الساعة، يعني علامة من علامات قرب قيام الساعة، ويكون ظهورهم بعد ذلك. نعم. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نعلمه، وهو مما قرأناه في هذا الحديث، نزول سيدنا عيسى. فمن اعتقد أن سيدنا عيسى مات ما عند الله ينزل ولا شيء كفر، ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولو عامل حاله داعية إسلامي في أفريقيا أو في السودان أو مدري وين ما كان، يلي يعني يستخف بهذا الكلام. أيها الإخوة شوفوا الإنسان لما بيكون يعني مستسلم للشيطان بيكون ضعيف جدا، بيخمل حاله قوي، لكن بعدين لما بيجي الموت ساعتها بيستخزي. رجل آل إلى بنقول رحمة الله عز وجل من كبار مشايخ الأزهر في مصر في الخمسينات من القرن المنصرم، كان إذا قيل له عن نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يسخر ويقول الله هي السماء دي أرافة، يعني هو سيدنا عيسى مات ودفنوه بالسماء، يعني بدأ أرافة باللغة المصرية يعني مقبرة، الله هي السماء دي أرافة، وينكر. لما مرض وأصيب بالشلل وتمدد على فراش الموت، كان من حوله سلة من أصدقائه يزورونه، كان بينه وبين الموت أيام، قال لهم أشهدكم أنني تبت إلى الله من كذا وكذا وكذا. كان يفتي بالربا 4% مع شيء، كان يقول بأنه تعدد الزوجات لازم يلغى، كان ينكر نزول سيدنا عيسى الذي رفعه الله حيا إلى السماء، ينكر. قال لهم أنا تائب إلى الله عز وجل، أشهدكم. واضح كده. طيب ليش لما كنت في ريعان القوة والشباب وربي عز وجل عم يمتعك بنعيمه بعافيته بالصحة اللي عم يمتعك فيها، عم تجي عم تسخر من كلام رب العالمين؟ وهلا لما دنا رحيلك من الدنيا عم تقول تبت إني تبت إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة شو بدها تفيدك؟ التوبة بتفيد، لكن الكلام اللي كاتبه بكتبه منتشر، ما حدا سمع انه تاب الا هالكم واحد اللي قاعدين عند منه، اللي اضلهم بكلامه. مين بده يتحمل وزرهم؟ هو. نعم. فالذي يسير على منواله اليوم واحد بلغني انه عامل داعية اسلامي وكذا، ورأسا فوجئ به الناس وهو ينكر
أمور كثيرة منها يمكن نزول سيدنا عيسى. كيف تنكر؟ الباري عز وجل ذكر ذلك في محكم تبيانه في سورة آل عمران، في سورة مريم، وبين وكرر وبين. والباري سبحانه وتعالى نص على ذلك صراحة: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هنا كيف نحن ننكر هذا الكلام؟ سيدنا رسول الله يقول هذا الكلام: ينزل شرقي دمشق أمام المنارة البيضاء. شرقي دمشق، هذا كلام سيدنا رسول، ولابس ثوبين مصبوغين باللون الأصفر، ونعم جبينه يقطر عرقا كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا تنكر؟ وبأي مقياس تنكر هذا الأمر؟ ينبغي أن نعلم ذلك تماما، وألا من أنكر كفر، من أنكر كفر. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبين مزيدا من الدلائل على هذه الحقيقة، ونجيب عن أسئلة ربما قد تطوف بأذهان بعض الناس، والحمد لله رب العالمين.